خد يا نجم بقى، تعالى اقول لك على حبه كواليس وحبه اخبار، طبعا يعني مش هتسمعها غير في الكوره مع الزنفولي. طبعا قبل الماتش القمه بين الاهلي والزمالك، طبعا نهائي كاس مصر اللي هتلعب في السعوديه ان شاء الله يا جماعه. الماتش الساعه 7:30. الماتش الساعه كام؟ الماتش الساعه 7:30. طبعا يجي النادي الاهلي، طبعا عنده الاهلي طبعا يعني ضربتين يعني قبل ماتش القمه، طبعا باصابه ياسر ابراهيم واصابه وسام ابو علي. طبعا ياسر كان طبعا من اللعيبه الاساسيه واللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي، طبعا اصابه قويه جدا في دفاع النادي الاهلي، طبعا ضربه قويه في دفاع النادي الاهلي طبعا. والاهلي طبعا مش ناقص طبعا في الدفاع يعني. بس الحمد لله ان شاء الله رامي ربيعه طبعا يسد ان شاء الله، هو ومحمد عبد المنعم. وعندك برضو وسام ابو علي طبعا اصابه قويه جدا في العضله الخلفيه. قبل الماتش طبعا الاهلي كان حاطط يعني امل كبير طبعا في وسام، طبعا شفناه الماتش اللي فاتت. بس الحمد لله برضو كهربا برضو قدها قدود. يعني كهربا يعني جات لك اهو على طاقه من دهب يا كهربا. فطبعا في اخبار بقى كتير بقى، اللي رضا سليم اصابه ونيدفيد اصابه وكوكا اصابه. طب الحمد لله يا جماعه، اللعيبه كلها ان شاء الله جاهزه لماتش الزمالك. طبعا مفيش غير بس وسام ابو علي بس اللي هياخد بره التشكيل، طبعا صعب جدا يلعب ماتش الزمالك. فالتشكيل اللي انا نفسي الاهلي يبدا بيه الماتش: عندك شوبير حارس المرمى، عندك محمد هاني، مع اني نفسي عمر كمان هو اللي يبدا. محمد هاني، عندك رامي ربيع، عندك محمد عبد المنعم، عندك علي معلول، عندك في خط النص كوكا ومروان عطية وإمام عاشور. عندك ناحية اليمين بيرسي تاو، وناحية الشمال حسين الشحات، وعندك قدام كهربا. قدام ايه يا مستر كولر؟ كهربا. اوعى يا جدو تلاعب ايه جدو الماتش ده. لا احنا مش عايزين بقى مجاملات بقى، واحنا عشان انا اللي عد انا جايبه والعبه، لا ما عنديش الكلام ده. فاحنا ان شاء الله كهربا هو اللي يبدا الماتش ده، وجدو بقى يتفرج على الماتش زينا ايه زيه كده. فده التشكيل اللي انا نفسي الاهلي يبدا بيه. نيجي بقى ناحيه الزمالك بقى. الزمالك برضو يا جماعه عنده برضو ضربتين برضو. عنده اصابه الونش طبعا، واصابه محمد عبد الشافي، طبعا ضربتين قويتين برضو لنادي الزمالك، طبعا واحد في الدفاع وواحد باك شمال. طبعا الزمالك ما عندوش باك شمال يا جماعه. ففي كلام اللي احمد فتوح يبدا الماتش. طبعا احمد فتوح بقاله يجي شهرين ما بيلعبش، فالحته دي هتبقى ثغره كبيره في نادي الزمالك. احمد فتوح طبعا بقاله شهرين ما بيلعبش، لسه ما خدش حساسيه المباريات، طبعا لياقه والكلام ده. ف صعب، انا شايف يعني مجازفه اللي يبدا باحمد فتوح ماتش الزمالك ماتش الاهلي. فبرضو اقول لك برضو على التشكيل المتوقع لنادي الزمالك. الزمالك ممكن يبدا بمحمد صبحي، عندك مسلوسي، عندك حسام عبد المجيد، عندك ناحيه يمين عمر جابر، وعندك ناحيه الشمال احمد فتوح. خط النص هيلعب ب عبد الله السعيد، ويلعب بدونجا، وممكن يلعب برؤى او شحاته. الزمالك لو لعب بناصر وعبد الله السعيد هيبقى نسبه خطوره جدا على نادي الزمالك في خط النص. فانا شايف لازم يلعب اتنين ارتكاز. عندك ناحيه هيلعب بعد كده قدام بشلبي وزيزو، قدام سيف الجزيري او منسي. ده التشكيل برضو المتوقع لنادي الزمالك. طبعا بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله، كاس ان شاء الله اهلاوي اهلاوي اهلاوي. نيجي برضو لديانج يا جماعه. ديانج عمل عمليه خلاص، وان شاء الله يعني هيرجع طبعا مصر بكره، وهنشوف بقى ديانج هيقعد قد ايه بقى طبعا الفتره دي اللي هو يقدر يرجع تاني. في ناس بتقول لك شهرين، وفي ناس تقول لك 6. فربنا يستر طبعا على ديانج طبعا يعني، والتوفيق ان شاء الله. ديانج ان شاء الله يرجع احسن من الاول. برضو يا جماعه عايز اقول لكم برضو اللي قرعت دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه ان شاء الله يوم 12 3 الساعه 12 الظهر. القرعه ان شاء الله يا جماعه يوم 12 3. نيجي بقى الصفقات. كلمتكم قبل كده يا جماعه ان الاهلي فيه 2 لعيبه الاهلي بيحاول يخلصوا. مين بقى الاثنين لعيبه دول يا جماعه؟ محمد علي بن رمضان واياد العسقلاني. بنسبه كبيره يا جماعه، بنسبه يعني تتخطى ال 80% يا جماعه. الاثنين لعيبه دول ان شاء الله ممكن يبقوا في الاهلي
السنه الجايه. وانا برضو كلمتكم قبل كده في فيديوهات قبل كده ان الاهلي داخل في الصفقتين دول. ارجعوا للفيديوهات يا جماعه، وقلت لكم الصفقتين دول قريبين جدا من النادي الاهلي. فانا شايف محمد رمضان، بن رمضان، وعندك اياد عسكري، طبعا الاثنين لعيبه كويسين جدا. لو جم النادي الاهلي طبعا هيدوا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في خط النص والدفاع. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي وقناه محمود الزنفولي على الفيسبوك. وبكره ان شاء الله يا جماعه هقول لكم برضو التشكيل المتوقع طبعا للاهلي والزمالك، وهنعمل برضو كواليس كده قبل الماتش وطبعا وبعد الماتش. طبعا هنطلع بقى وايه، وان شاء الله هنزقطط ان شاء الله بفوز النادي الاهلي ان شاء الله، كاس اهلاوي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.